وبنرجع للحاضر وبنشوف نيسان هو بيحكي قصته وهو صغير للراجل اللي قابله في القطر، وبيساعده يكسب الرهان في مسابقة الخير، وبيعتذر له الراجل إنه فكره بذكريات صعبة، لكن بيقول له أكيد قدرت تعيش بعدها ذكريات جميلة مع أصحاب القصر. وفي المدينة اللي رايحها نيسان بنشوف راجل ومراته بيجروا على بيت واحد من الأغنياء، وبيطلبوا منه يخلي الدكتور الشخصي يعالج ابنهم علشان تعبان. فبيسألهم الراجل الغني ليه ما رحتوش عند طبيب القرية، فبيقولوا له طبيب القرية فرح بنته النهاردة ومش موجود في عيادته. لكن الراجل الغني بيرفض يخلي الدكتور بتاعه يعالج ابنهم، وبيأمرهم يمشوا من قدام بيته. وبنعرف ان ابو الولد شغال مع الرجل الغني واسمه بورتون، وبيقول له الراجل الغني انه وافق يشغله عنده علشان هو شاطر، لكن مش معنى كده انه يعتبر نفسه قريب منه ويزعجه. وتاني يوم الصبح بيوصل قطر لمدينة دورهام، وبينزل نيسان وبيسأل واحدة في الشارع اسمها ميشيل عن عزبة جوستيك، فبتقول له يبقى أكيد أنت مدرس الرياضيات اللي جاي المدرسة جديد. فبيسألها نيسان عرفت ازاي، فبتقول له ان بلدهم صغيرة قوي واي حد غريب بيدخلها بيعرفوه على طول، وكمان اهل البلد سمعوا عنه انه مدرس غريب، خاصة إن واحد من الأغنياء وشغال مدرس. وبنشوف بياعة الفاكهة بتقول له ما تستغربش من كلامها، لأنها بتكره الأغنياء علشان واحد فيهم أذاها هي وابنها وما قدرتش تعمل حاجة. وبيتوه نيسان شوية في الطريق لحد ما بيوصل للبيت اللي هيقعد فيه، وبيلاقي لويس مستنيه هناك فبيعمل له شاي علشان يرتاح من الطريق. وبيديله لويس رسالة من الفيكونت بلفور حاكم المدينة بيدعيهم على العشاء. وبنعرف إن ألبرت كمان هيوصل المدينة بالليل، فبيقرر نيسان إنهم يستنوا ويروحوا هما التلاتة مع بعض. وبالليل بيروح لويس ونيسان وألبرت يتعشوا مع حاكم المدينة، وبنعرف إن عنده مرض في قلبه علشان كده بياخد علاج لملاريا اسمه الكينين، ودكتور بتاعه قال له إنه فعال كمان للقلب. وبيقول لهم حاكم المدينة إن الدواء ده بيتصنع في البلد بتاعه من نبات الكين، وكمان بتتزرع مخصوص في الجناين بتاعته. فبيسأله نيسان لو عنده اهتمام بالزراعة، فبيقول له إن هوايته يجمع المحاصيل النادرة ويزرعها. وبيعرض عليهم ياخدهم جولة في البساتين بتاعته بعد العشاء. في البستان بنشوف أنواع نادرة وفصائل مختلفة كتير من النباتات، فبيسأله ألبرت إزاي بتهتم بكل النباتات دي في وقت واحد، فبيقول له عندي عامل اسمه بورتون شاطر وبيقدر يرعى النباتات طول الوقت، لكن بالرغم من كده فهو من الطبقة الفقيرة. وبنشوف بورتون وهو راجع البيت وبيلاحظ ان مراته ميشيل حاطة 3 اطباق و3 معالق على الترابيزة، فبيقول لها انت حاطة 3 اطباق على الترابيزة واحنا شخصين بس ليه؟ فبتقول لها إنها شافت ابنها في الحلم وهو بيعيط من الجوع فعملت حسابه. نعرف إن بورتون وميشيل هما اللي راحوا لرئيس المدينة عشان يعالج ابنهم لما كان تعبان، ولما طردهم مرضيش يخلي الدكتور بتاعه يعالجهم. ابنهم مات في نفس اليوم من التعب. وتاني يوم بيروح نيسان ويشرح أول محاضرة ليه في المدرسة، والطلبة بيستغربوا من سنه الصغير وذكائه الكبير في الشرح. وبالليل بيروح نيسان القهوة وبيقعد جنب بورتون، فبيسأله بورتون انت مين؟ فبيقول له اسمي ويليام جيمس مورياتي وجاي من المدينة علشان أدرس الرياضيات في المدرسة. فبيسأله بورتون عايز ايه مني وانت واحد من الأغنياء؟ فبيقول له سمعت انك بتراعي نبات الكين في بستان حاكم المدينة، والمهمة اللي هو بيعملها انه يهتم بالنباتات النادرة الصعبة جدا ومش اي حد يعرف يعملها. بيقول له ان الشخص زيك ممكن يكون ليه مكانة كبيرة لو راح لندن واشتغل في الحدائق الكبيرة اللي هناك. لكن بورتون بيقطعه وبيقول له احنا ورثنا الشغل من اهلنا، وزي ما اتولدنا في المدينة هنموت فيها. وبيكلموا نيسان عن ابنه اللي مات، وبيقول له انا عرفت اللي حصل. لكن فجأة بيتعصب بورتون وبيزعق فيه غصب عنه، بيقول له ملكش دخل بالموضوع ده، لكن بيهديه وبيقول له ان ما كانش في ايده حاجة يعملها، ومن يومها مراته مش طايقاه علشان ما قدرش ينقذ ابنه الوحيد. فبيقول له نيسان انت كان في ايدك حاجات كتير تعملها، لكن انت اللي رفضت تحاول تاخد حقك. وبيستغرب بورتون وبيسأله كان المفروض اعمل ايه، وقف ازاي قدام حاكم المدينة. فبيقول له نيسان انه عنده شركة استشارات فاتحها في ستير،
وممكن يساعده ويقدم له استشارة يقدر بيها ياخد حقه من اللي تسبب في موت ابنه. وتاني يوم بيروح نيسان يقابل ألبرت وبيقول له إيه الطريقة نقدر نخلص بيها من الشر. فبيسأله ألبرت لو يقصد حاكم المدينة، فبيقول له أيوة، بيقول له الخطة. وبيروح ألبرت ونيسان ولويس لحاكم المدينة علشان يشربوا معاه شاي في البستان. وبيلاحظ حاكم المدينة إن نيسان ماسك سلة في إيده، فبيقول له إنهم ما كانش ينفع يجوا بإيديهم فاضية، فجابوا حاجات غريبة للحاكم علشان يجربها. وفي السلة بنشوف أنواع مخبوزات غريبة، وبيقول لهم الحاكم إن الحشو شبه المربى اللي بينتجها من المزارع بتاعته. بيطلب منه ألبرت يدوق ويقول لهم رأيه. بيستغرب الحاكم طعمه وما بيعرفش هو برتقان ولا ليمون، فبيقول له نيسان إن ده ليمون هندي. وبيتفاجئ الحاكم إن الليمون الهندي اللي بيزرعه كشجرة زينة ممكن يتعمل منه منتج حلو بالطريقة دي، وبيعجبه المنتج وبيفضل ياكل منه. فبيقول له نيسان إن العصير أحلى وأحلى من ده كمان. فبيأمر بورتون ومراته ميشيل يقطفوا من شجرة الليمون الهندي ويعملوا لهم منها عصير. وبنشوف ميشيل وهي بتقطع الفاكهة وبتفتكر ابنها اللي مات، وبتاخد السكينة وبتجري ناحية حاكم المدينة علشان تخلص عليه. فبيمسكها بورتون وبيقع حاكم المدينة على الأرض وبيتعصب عليها، وبيسألها عايزة تخلصي عليا ليه؟ بتقول له عشان انت السبب في موت ابني ومش هسيبك غير لما اخلص عليك. وفجأة الحاكم قلبه بيتعبه فبيجيب له نيسان الدواء بتاعه، وبرتون بيعتذر له وبيقدم له العصير. لكن حاكم المدينة بيقول له مش هقبل اعتذارك، وبيطرده من القصر. وبيأمره يمسك مراته لحد ما يجيب الشرطة، لكن بيغير رأيه وبيقرر يضربها بنفسه لحد ما يخلص عليها. لكن نيسان وألبرت بيهدوه وبيطلبوا منه يسيبهم يمشوا من غير ما يأذيهم. بنشوف حاكم المدينة وهو متعصب ومش مصدق ازاي اتجرأت ورفعت عليه السكينة، ويتفاجئ انه مش شايف كويس وحاسس نفسه دايخ. فبيقولوا نيسان ان المادة اللي معمول منها المخبوزات لها تأثير عكسي مع مادة الكينين اللي بياخدها، وبتعمل انخفاض في ضغط الدم. وبنشوف حاكم المدينة وهو بيقع على الترابيزة وبيطلب منهم ينادوا الدكتور بتاعه. فبيقولوا نيسان ان في ناس طلبوا منه ينادي الدكتور بتاعه علشان ينقذ ابنهم، وهو رفض. علشان كده هم هيعملوا نفس اللي هو عمله، مش هينادوا على الدكتور بتاعه. وتاني يوم بيحجز نيسان تذاكر قطر رايحة لندن لبورتون ومراته. بيقول لهم هتلاقوا هناك حدائق كبيرة تقدر تشتغلوا فيها. فبيشكرهم بورتون على اللي عملوه معاه وساعدوه يرجع حق ابنه. وبيسألهم لويس لو اللي حصل ده هيعوض بورتون ومراته ميشيل عن ابنهم. فبيقول له ألبرت إن طالما هما الاتنين مع بعض فهيعيشوا هما سعداء.